هلأ صرنا نظفنا السمكات. هلأ بدنا نفتحها كل واحدة شوي بس مشان يتغلغل، ما بنكتر المسامات كتير بس نفتحها شوي. نحط ملعقتين كزبرة مطحونة، فوق عندي هون حطينا هون شطة حمرا، كمان قدر شي ملعقة ونص صغار، كمان بعد فيل فلفل، وهاد كمون. ضفنا الليمونات كمان فوقيهم نحركهم. كمان هلأ بنضيف ملعقتين ملح. هلأ بنفرك. بعد ما نضفنا السمكات وخلصنا قطعناها مثل ما قلنا لكم على مسامات هيك مشان انه تفوت البهارات لقلبها. بنرجع بنقول انه حطينا ملعقة كمون كبيرة، قدر انه ملعقة كمون كبيرة، وقدر ملعقة فلفل كمان كبيرة، وملعقة شطة كبيرة، وملعقة ملح كبيرة كمان، وبقدر شي 5 ليمونات عصرناهن عليهن. وكنا عنا بمدق الثوم حطينا شي 5 اسنان ثوم بصلة ودقيناهن سوا. بعد ما دقيناهن سوا خلطنا البهارات كلياتها بقلب المدقة، خلطناهم كلياتهم سوا وكتيناهن على السمكات عندي هون. يعني صاروا هلأ جاهزين، عم نستناهم يتغلغلوا. بعد ما خلصناهم حطينا طحين بقدر كافي. بعد كمان بنحط كعك مطحون بقدر كاسة. اوكي، كمان بنحط، قالت لي انه امي نحط 3 معالق نشا كبيرة كمان هيك وهيك. نحط هاي شوي. تمام. كمان بخلطة الطحين بدها ملعقة فلفل، يعني مو ملانة هيك، ملعقة شطة حمراء كمان مو ملانة، ملعقتين ملح هيك، مو كتير مليانين. بصير عندنا هون الطحين والنشا والبهارات صيروا جاهزين. بنخلطهم بهالطريقة. بنروح بقى يا جماعة هون عم نلف السمك بالطحين ونكبسهم منيح من جوا ومن برا. شوفوا بعد القلي كيف صار. بعد القلي شو صار؟ لونه ذهبي مثل البروستد. بعد ما قلينا السمك يا جماعة شوفوا كيف صار معنا مثل البروستد. هون السلطة، هذا صوص الطحينة كمان كان معنا جاهز. اكتبوا لنا انتم بالتعليقات كيف طريقتكم للسمك.